ازاي اقدر اخرج من حالة فقدان الشغف؟ 1. ارتب المكان اللي حواليا عشان امنع التشتت وكمان اخرج من حالة الكسل اللي انا فيها، ولان ده كمان هيهدي شوية من حالة التوتر، لان المكان اللي مش مترتب لا شعوريا بيأثر على نفسيتنا. ففكرة ان انا انظم المكان من حواليا هي فكرة مهمة جدا، وهتكون هي بداية الطريق علشان اقدر اخرج من حالة فقدان الشغف. 2. الرياضة عشان تجدد طاقتك وتحافظ كمان على صحتك الجسدية، وكمان هتكون حاجة انت مش عايز تعملها، ولكن لو اجبرت نفسك انك تعملها ده في حد ذاته تدريب للنفس انها تعمل اللي عليها حتى لو ما عندهاش شغف. 3. شاور جميل كده وعناية بالنفس، لأنها هتفرق. ربما يكون هو شيء بسيط، ولكن إهمالك ليه بفكرك إن هي مش حاجة مهمة ده بيقلل من تقديرك لنفسك، وبيخلي محور حياتك هو العالم الخارجي فقط، ومش هو ده هدفنا. هدفنا إن أنت تعمل اللي عليك كله، ولكن برضو لو ما اديتش لنفسك الاهتمام الكافي ده مع الوقت هيتراكم ويخليك تسأل نفسك هو أنا ليه قرفان ومش عايز أعمل حاجة؟ لان من البدايه انت ما كنتش كل يوم بتقول لنفسك والله انا مبسوط منك انك عملتي كده النهارده، بصي احنا كنا هنستسلم بس كملنا يا الحمد لله رب. كل الكلام ده يمكن يبان يعني ايه الهبل ده، بس ده عباره عن تغذيه للنفس عشان بعد كده تقدر تساعدك في انك تقوم بالمهام بتاعتك وانت فعلا مبسوط. 5. اعمل مشروب كده بحبه يريح اعصابي، واقعد مع نفسي كده واقرأ قرآن ولو حتى صفحتين يعني، لان زي ما انت بتهتم بالحاجات التانية كمان لازم تهتم بدينك، واكيد مفيش اي حد هيكون بيحبك او فاهمك او معاك دايما غير ربك. ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. اذا انك تعمل توازن في حياتك هي من اهم الحاجات اللي بتساعد على استقرارك النفسي. زي البيئة مثلا ليها عناصر معينة هي اللي بتساعد على استقرارها، ولو حصل خلل في واحد منهم ده بيسبب خلل في البيئة كلها. فحياتك كمان كل عنصر سواء كبير أو صغير له أهمية في إنه يخليك عايش في استقرار. 6. أكتب كل اللي مضايقني عشان أعرف بالظبط إيه تفكيري، إيه اللي خلاني أحس بكده، طب أنا ممكن أعمل إيه عشان أعرف أعمل كده، طيب إيه اللي اتعلمته وإيه اللي المفروض أنا معملوش بعد كده، وكل الكلام ده. اتكلم مع نفسك بجد واسألها كل حاجة عايز تسألها لها كأن شخص قدامك بالظبط. 7. افتكر كل الانجازات اللي انت عملتها قبل كده وازاي كان احساس جميل ان انا قدرت اعمل كل ده برغم اني مريت بحاجات صعبة برضو عادي جدا، لان فكرة تقبل اللحظات دي هتخلي الموضوع اسهل، وكمان هتقدر تتعامل معاه بهدوء وبشكل سليم.